السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده تكملة التسويقة بتاعت الشهر بقى. جبنا شوية حاجات. الفيديو اللي فات قلت له هكمل لكم الفيديو التاني بالخضار والفراخ واللحمة. دلوقتي جبنا الخضار بقى وهقول لكم جبت ايه. اول حاجة حبايبي جبنا تين شوكي. تين شوكي اهو. الوان لسه ليها كل يوم 10. هيتحطوا في التلاجة يسقعوا. حلاوته وهو بيتاكل وهو ساخن. عبال ما الحاج يروح يجيب لنا سمك من الوكاله ان شاء الله. نسمي بسم الله ونشوفوا جبنا ايه بقى. بص يا حبايب قلبي، جبنا ملوخيه. الملوخيه كيلو ب 8 جنيه. جبنا 2 كيلو ب 15. بص الجمال، الملوخيه الجميله. بص جمال الملوخيه. الورقه الحلوه دي الملوخيه دي تتقطف وتتغسل، وهوريكم هتتحفظ بقى تبقى حلوه. انا جبت تاني طبعا شويه ملوخيه حلوين، وجبنا ملوخيه تاني هوريها لكم بس واحده واحده. ده فلفل سبايسي. يلا الحقي، لو انت ده اللي بيتعمل هريسه، الحقي انزلي جيبي من السوق. الكيلو ب 20 وب 15 وب 25. ده جبناه ب 15 والله، عشان لسه الحاج جايبه دلوقتي متاخر يعني. بصوا جميل ازاي القرن بقرنه. ده يا ريت يتغسل ونشفيه واعمليه في الكبه، يا تعمليه في ايه، في الخلاط. كيلو فلفل حراق الحامي دون ب 10 جنيه. انا بقول لكم اسعار النهارده. تعالوا بقى على البنك. كنت عايزه اجيب شويه ويكه اشيلهم. بص يا حبايبي، كيلو الويكه ده ب 20 جنيه. كويس كده، طريه والله وجميله، وممكن تطلعي منها، خلي بالك، ممكن تنقي منها وتطلعي منها حته صغيره اهي تتعمل. في ناس ما بيحبوش الباميه الصغيره قوي، ممكن تعملي منها اهي في صغيره يعني. ده الكيلو ده ممكن انقي منه نص ويكه ونص طبيخ. واحنا بقى خلاص الراجل شطب، ففضل عنده الشويه دول. خدتهم كلهم على بعضهم من غير ميزان ولا حاجه، يعملوا زي 2 كيلو الا ربع حاجه زي كده. خدناهم ب 25 جنيه. ب 15 جبت نص كيلو ليمون. بقى ملوخيه تاني. بص الملوخيه بعد ما جبتها ب 8 جنيه مشيت قدام شويه، لقيت الراجل بيشطب ال 2 كيلو ب 10. جبت 2 كيلو، قلت خساره، مش هيخسر، انا كده كده ايه هحفظها. تعالوا بقى على فلفل الوان. عشان كده انا بقول لكم الشطره اللي تنزل تشتري شويه فلفل الوان وتجففيه في التلاجة، تحفظيه، بينفع في شاورما في اي طبخه زي الفل اهو. كان ب 40 وب 45 وب 50 بيوصل. الكيلو جايبينه ب 15 جنيه. جبت 2 كيلو حبايبي زي الفل اهو. همسكه انا اقطع قرن فلفل اصفر وقرن احمر واحفظه في التلاجة لاي وصفه. مش هحطه بالتلح عشان عمره قصير، خلي بالك البتنجان عمره قصير، الفلفل قصدي عمره قصير. جبنا حبايبي البطاطس اهي. البطاطس شد التاني يا جماعه، طلعت ل 12 ونص، بس انا عشان اخر النهار جايباها ب 10 جبت 3 كيلو. اشيل بقى الكرونه عشان اقول لكم ايه على المفاجآت. المفاجآت لسه جايه. والبصل ب 10 وب 12. جبت 3 كيلو ب 10 جنيه. بصل زي الفل اهو. ماشي يا حبايبي. وجبت بتنجان، كيلو البتنجان ب5. جبت كيلو كوبي اهو. بتنجان عروس جميل زي الفل اهو. عشان انا بنزل بعد الظهر، بس عشان ما بقدرش انزل في الشمس. بص الكيلو ونص ب 10 كان ب 15 جنيه. كيلو ونص ب 10. جبت كيلو ونص حبايبي. جبت مكرونه، كانش عندي مكرونه. جبت مكرونه وجبت كيلو بله حبايبي، وكيلو ايه، كيلو عقل صغيره. تعالوا بقى على الطماطم. طماطم ما اقولكمش بقى، طماطم الجدعه اللي تنزل تشتري ب 5 جنيه الطماطم. جبت 9 كيلو طماطم. كل ده 9 كيلو، التلاته ب 10. جبت ب 30 جنيه طماطم. طبعا 30 جنيه طماطم. كنا بنجيب الطماطم ايه، كنا بنجيبه الكيلو ب 40. ادي الطماطم اهي يا حبايبي. طبعا انا هصلصها. تعالوا بقى على الفراخ. جبت فرختين حبايبي، وجبت كيلو بانيه كده. قلت لكم انا نازله للخضار وده صدر فرخه. ده نص بردك بس كامل عشان هعمل بيه وصفه.
للقناه. وجبت حبايبي كيلو لحمه مفرومه هعمل منه حاجات. وجبت كيلو صدق. ودي كانت المشتريات اللي انا نزلت اشتريتها النهارده حبايبي. ده هجففه. الفلفل ده هفرمه واشيله بينفعني طول السنه طبعا. الباميه هطلع منها طبخه والباقي هعمله ويكا. والملوخيه دي هتتفرز طبعا. البتنجان ده هيتملح املحه. وطبعا الباقي ده حاجات. ودي طبعا الطماطم دي هطلع منها زي كيلو بس للتلاجة كده. حبايبي دي كانت مشتريات الاسبوع بالنسبه للخضار اللي هيكفيني. وفي حاجات هتتفرز منه. الفلفل الالوان ده هيتفرز. الفلفل الاحمر ده هيتفرم بينفعني في الوصفات طبعا. والملوخيه هتتفرز. الويكا هتتفرز. والطماطم دي كلها طبعا هعصرها بس هطلع منها كيلو بس للتلاجة. احب يبقى عندي طماطم في التلاجة. والباقي كله هفرزه حبايبي. اللي ما اشتركش في القناه يطلع بسرعه يشترك في القناه عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. وفي حاجات حلوه. قلبي في الصفحات. كل اصحابنا اللي داخلين جداد القناه يا ريت يخشوا على الفيديوهات بتاعنا هيستفادوا ان شاء الله. حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.